أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أعظم السرور الخلود، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه، فصار الإنسان في سرور متمتعا بنسائه الحسان وماله ونعيمه ولذته في الدنيا، فإذا خطر على قلبه أنه يموت وتنكح نساؤه بعده وتقسم أمواله تكدرت عليه تلك اللذائذ وبقي مهموما. ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما تتم به اللذة في الدنيا. ولذا قال الله: هم فيها خالدون لا يزولون عنها أبدا، فلا تورث ديارهم من بعدهم ولا تنكح نساؤهم من بعدهم ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم، فهم خالدون في ذلك النعيم. وقد صدق من قال: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غما. وقد أوضح هذا بعض الشعراء فقال: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأبغض أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. فالفكرة في الزوال تكدر اللذات الحاضرة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت، ويقال بالموت هادم اللذات، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولذا قال: هم فيها خالدون لا يزول عنهم ذلك النعيم حتى تتكدر غبطتهم به بزواله.